لما تركب سفينة سياحية أو عبارة، أنت بتحط حياتك في إيدين القبطان وطاقمه. آخر حاجة تتوقعها في حالة طوارئ هي إنه يسيب السفينة ويهرب ويسيبك تدبر نفسك لوحدك. الفيديو ده عبارة عن تجميع لفيديوهات موجودة بالفعل على القناة دي عن قباطين سابوا السفينة قبل الركاب بتوعهم، وكل مرة الكارثة بتزيد. لو كنت شفت واحد من الفيديوهات دي قبل كده، تقدر تتخطى للأجزاء اللي بعدها باستخدام التوقيتات اللي في وصف الفيديو. تيار أغولاس بيجري على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا. ده أقوى تيار محيطي في العالم كله. في سنة 1991 سفينة أوشيانوس خسرت قدام التيار، والرياح سرعتها 40 عقدة، وأمواج ارتفاعها 9 متر، وصيانة سيئة وقرارات غلط. أوشيانوس كانت سفينة رحلات تبنت في فرنسا، وملكيتها كانت لليونان. السفينة اتطلقت لأول مرة في يوليو 1952 باسم جان ليبورغ في حوض بناء السفن فو شانتيير دي لا جيرون في بوردو، وكانت آخر واحدة من 4 سفن شقيقة اتعملوا لشركة ميساجيري ماريتايم. ممكن تقولوا لي في التعليقات أنا شوهت الأسماء الفرنسية دي قد إيه؟ طولها 153 متر، وعرضها 20 متر، وعمقها تحت خط المياه 7 متر، وسعتها 550 راكب، بالإضافة ل 250 فرد من الطاقم. أول خط خدمة لها كسفينة ركاب كان بين مارسيليا، مدغشقر وموريشيوس. على مدار أكثر من 20 سنة اتغير اسمها كذا مرة، زي ميكوناي، أنكونا، وإيسترن برنسس، قبل ما تتسجل في بيريوس. في اليونان باسم أوشيانوس سنة 1973. تم بناء أوشيانوس في الأصل كسفينة ركاب للمحيطات، لكنها خضعت لإعادة بناء ضخمة قبل أن تبدأ العمل كسفينة رحلات بحرية لشركة إبيراتيكي لاينز اليونانية. ما بين 1988 و 1991 شركة أبيروتيكي لاينز فقدت سفينتين. سفينتهم الرئيسية بيغاسوس اشتعلت فيها النيران وغرقت في مياه ضحلة، وسفينة جوبيتر اصطدمت بسفينة شحن وغرقت في عمق 82 متر، وأخذت معها 4 أرواح. في سنة 1991 تم تأجير أوشيانوس من قبل شركة TFC تورز في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لمدة موسم مدته 8 شهور. السفينة عمرها تقريباً 40 سنة، وبتظهر عليها علامات التآكل والتلف. فيه كذا لوح معدني من جسم السفينة الخارجي مش ثابتين كويس، ودي الألواح المعدنية اللي بتكون جسم السفينة من برا. في رحلة قريبة لموزمبيق، السفينة واجهت مشاكل في مياه الصرف الصحي اللي بدأت تطلع من بعض الدشات والحمامات. التصليحات بتبدأ بإزالة كذا صمامات عدم رجوع تالفة من خزانات الصرف الصحي. كمان تم إزالة ماسورة التهوية من خزان الصرف الصحي، وده سبب فتحة بعرض 10 سنتيمتر بين غرفة المولد وخزان الصرف. التصليحات لسه ما خلصتش. الصمامات الراجعة وماسورة التهوية ما تبدلوش. في الساعة 3 العصر يوم 3 أغسطس سنة 1991 غادرت سفينة أوشيانوس من إيست لندن في جنوب أفريقيا متجهة لدربان. وقت مغادرتها أتأخر بسبب تهديد بوجود قنبلة. الكابتن يلانيس أفرانيس بحار مخضرم، عنده 20 سنة خبرة كضابط و30 سنة كبحار، هو اللي كان ماسك الدفة. وأثناء ما السفينة بتتجه لرياح سرعتها 40 عقدة وبتواجه أمواج ارتفاعها 9 متر، حالة البحر بتزداد اضطراب. حفلة الإبحار المعتادة اللي فيها موسيقيين وفنانين موس هيلز ومراته تريسي كانت متخططة تتعمل على سطح السفينة. البحر الهائج اضطرهم يغيروا مكان الحفلة ويعملوها جوا صالة الفور سيزونز. رغم كل محاولات موس وتريسي وفريق الترفيه في السفينة إنهم يعملوا جو احتفالي، أغلب الركاب فضلوا يقعدوا في الكبائن بتاعتهم عشان يعدوا العاصفة. العاصفة بتشتد أكتر مع مرور الليل. خلال أول قعدة للعشاء الجرسونات كانوا بيحاولوا يثبتوا نفسهم بصعوبة، وده خلى من الصعب عليهم يشيلوا صواني الأكل من غير ما يوقعوا حاجة.
تكري الأكل بيقع من على ترابيزات السفرة، والسفينة بتتهز في الموج والريح. بالضبط اللي نفسك فيه في رحلة بحرية. السفن فيها فتحة بتطل على البحر تحت خط المياه اسمها مأخذ مياه البحر. الفتحة دي بتسمح للسفينة إنها تسحب مياه البحر علشان تبرد المحركات وتوزعها على خزانات الاتزان. مأخذ مياه البحر حصل فيه تسريب. الساعة 9:30 بالليل قبالة ساحل ترانسكي الهائج حصل انفجار صغير في غرفة المحركات، وبعدين انقطعت الكهرباء عن السفينة. مهندس السفينة بلغ الكابتن أفرانيس إنه المية بتدخل جسم السفينة وبتغرق غرفة المولد، وده اللي عمل انفجار صغير لما المولد حصل فيه قصر كهربائي. من غير كهرباء المحركات بتوقف والسفينة بتبدأ تنجرف في البحر الهائج. مستوى المياه بيستمر في الارتفاع لحد ما يوصل للفتحة اللي قطرها 10 سنتيمتر في الحاجز اللي المفروض يكون فيها ماسورة التهوية. مياه البحر بتخترق الحاجز وبتملأ خزان الصرف الصحي، وبما إن صمامات عدم الرجوع في الخزان ده اتشالت عشان التصليحات، المية بتطلع لفوق من خلال مواسير الصرف الرئيسية، الدشوش والحمامات ووحدات التخلص من النفايات اللي متوصلة بالنظام بتسمح للمياه إنها تعدي من مأخذ مياه البحر من خلال خزان الصرف الصحي وتطلع لحد الكبائن. الطاقم اللي في غرفة المحركات بيهربوا من الأقسام اللي غرقانة، وفي حالة الذعر اللي هم فيها ما كفلوش أبواب الحواجز في الطابق السفلي، ودي كانت المفروض تبقى إجراء قياسي في حالة الطوارئ. ولما المحرك وقف السفينة فقدت أي استقرار، كان جايا من حركتها وسط الأمواج. وأثناء ما السفينة بتتأرجح وهي واقفة وسط البحر الهائج، الأمواج بتخبط بقوة في ألواح الهيكل الخارجي اللي حالتها سيئة. الطاقم ما شغلوش الإنذارات ولا عملوا أي إعلانات علشان ينبهوا الركاب للوضع اللي هم فيه. موس هيلز موسيقي من زيمبابوي ومراته تريسي ومعاهم زمايلهم من الفنانين لاحظوا إن السفينة بتتأرجح بطريقة مش طبيعية. السفينة مائلة ناحية اليمين، فقرروا يشوفوا إيه اللي بيحصل. وأول ما نزلوا تحت لقوا المية بتغرق الكبائن وبتدخل الممرات. الأوشينوس بتغرق. لورين بيتس مديرة الرحلة قالت لهم أن الكابتن أمر الطاقم يسيبوا السفينة. أفراد الطاقم راحوا لقوارب النجاة وبدأوا يخلوا السفينة. بياخدوا أي ركاب موجودين في اللحظة دي على طول، بس ما بيملوش قوارب النجاة قبل ما يهربوا، حتى ما بيملوش قوارب النجاة قبل ما يقطعوا الحبال. موس وتريسي ما ضيعوش وقت وبدأوا يطلقوا قوارب النجاة اللي باقيه، وكل واحد فيهم فيه لحد 90 راكب. موتور قارب النجاة مش بيشتغل، فبيسيبوا نفسهم للتيار والرياح والأمواج. ولما السفينة مالت أكثر ناحية اليمين بقى من الخطر جدا يكملوا إطلاق قوارب النجاة. حوالي 220 شخص لسه موجودين على السفينة اللي بتغرق. موس هيلز وكذا راكب طلعوا للكابينة الرئيسية يدوروا على أفراد الطاقم اللي ممكن يساعدوا في الإخلاء. الكابينة كانت فاضية. موس استخدم الراديو وبعت نداء استغاثة. الكابتن ديتمار اللي على سفينة الحاويات نيد لويد موريسيوس رد على نداء المساعدة. ماوس شرح الوضع وقال إنه هو عازف الجيتار اللي على السفينة، وإن الطاقم مش موجودين في جسر القيادة. بعد لحظة قصيرة عشان يستوعب مدى عدم الكفاءة اللي حصلت، الكابتن ديتمار بدأ يدي موس تعليمات عن إزاي يتصرف في الموقف ده. وبعدين بث إحداثيات الأوشينوس وطلب من السفن اللي قريبة تقدم المساعدة، وكمان بلغ السلطات الجنوب أفريقية بالموقف. البحرية الجنوب أفريقية وسلاح الجو الجنوب أفريقي بعتوا 16 هليكوبتر عشان يساعدوا في عملية البحث والإنقاذ. المروحيات دي كانت مكلفة بنقل الركاب وطاقم السفينة جواً للمستوطنات القريبة الهاذن وهول إن ذا وول اللي تقريباً على بعد 6 أميال جنوب كوفي باي على الساحل الوعر. الكابتن ديتمار على سفينة نيد لويد موريسيوس بعت قوارب النجاة وطاقم السفينة بتاعه عشان ياخدوا الركاب على متن السفينة. أول هليكوبتر وصلت، نزلت 2 من غواصين البحرية على سطح الأوشينوس عشان يساعدوا في تنسيق عملية الإخلاء. الكابتن أفرانيس كان أول واحد في الصف.
غواص البحرية بول وايلي زكاه على جنب وقال له: استنى لحد ما السيدات والأطفال والركاب الكبار في السن يتم إخلاءهم الأول. بعدها بول وايلي مشي يدور على راكب كبير في السن، ولما رجع كان أفرانيس زق الركاب على جنب وربط نفسه وبيترفع عشان يروح مكان آمن. من بين 16 هليكوبتر إنقاذ فيه 13 هليكوبتر بوما من سلاح الجو الجنوب أفريقي، 9 منهم شغالين في رفع 220 شخص من على سطح السفينة اللي بتغرق، والباقي بيدوروا في المنطقة على ناجين. هليكوبترات الإنقاذ بتعمل زي باليه جوي، وهما بيرفعوا الركاب من على السطح الأمامي والخلفي للسفينة. الهليكوبترات بتتناوب في تحميل الركاب وتنقلهم للشاطئ وترجع تاني للسفينة. مديرة الرحلة لورين بيتس بتتأكد إنه الكبار في السن والستات والأطفال ليهم أولوية. الفنانين جوليان باتلر، موس هيلز، تريسي هيلز وروبرت بولتمان كانوا من آخر 5 أشخاص اتسحبوا من على سطح السفينة اللي بتغرق. كل ال 581 شخص اللي كانوا على السفينة وصلوا للشاطئ بأمان خلال عملية إنقاذ استمرت 7 ساعات. الساعة 3:30 العصر في اليوم اللي بعده، أوشيانوس بدأت تميل على جنب ومؤخرتها ارتفعت لفوق. مقدمة: السفينة خبطت في قاع البحر الرملي على عمق حوالي 90 متر. أكثر من 60 متر من الدفة كانت واقفة فوق المياه. بعد دقائق السفينة بدأت تغرق ببطء تحت سطح المياه. أوسيانوس استقرت على جانبها اليمين ومقدمتها بتواجه البحر. الكابتن أفرانيس اتسلط عليه الضوء زي بالضبط كابتن كوستا كونكورديا. أفرانيس ساب السفينة وساب وراه مئات الركاب مستنيين الإنقاذ، وما فيش غير الفنانين اللي على السفينة بيساعدوا في الإخلاء. هو دافع عن تصرفاته وقال إنه ساب السفينة بدري علشان ينظم جهود الإنقاذ وبعدين يشرف على الإنقاذ من الهليكوبتر. أفرانيس بيقول إن بطاريات أجهزة اللاسلكي بتاعة الطاقم اللي خلصت هي سبب مشكلة التواصل. لما أمر بترك السفينة مش مهم أنا همشي إمتى، الأمر بالترك للجميع. لو في ناس حابة تفضل يقدروا يفضلوا. رغم شرحه، الإعلام بيصوره كمثال على السلوك غير المهني وهو في القيادة. في سنة 1992 الكابتن أفرانيس وضباط تانيين اتوجدوا مذنبين بالإهمال من قبل لجنة تحقيق يونانية عشان هربوا من السفينة من غير ما يساعدوا الركاب وقت الأزمة. أفرانيس ما دخلش السجن، وشركته إبيروتيكي لاينز ادته قيادة عبارة لحد ما تقاعد. الفايكنجز كانوا بيضحوا بعبد لحارس البحر بتاعهم لما كانوا بيطلقوا سفينة. النهاردة التقليد هو كسر زجاجة شمبانيا على جسم السفينة وبيعتبروه نحس لو الزجاجة ما اتكسرتش. يمكن كوستا كونكورديا كان محكوم عليها من البداية. كوستا كونكورديا مملوكة وبتديرها شركة الرحلات البحرية الإيطالية المشهورة كوستا كروزز، ودي جزء من كارنيفال كوربوريشن اللي بتتحكم في 50% من سفن الرحلات البحرية في العالم. اتطلقت في سنة 2005 بتكلفة 600 مليون دولار، وهي واحدة من أكبر سفن الرحلات البحرية في إيطاليا. طولها 952 قدم وعرضها 116 قدم وغاطسها 26 قدم، وده معناه إن لما السفينة بتكون عايمة 26 قدم منها بيكونوا تحت مستوى المية. وزن السفينة 60,000 طن، وده معناه إنها محتاجة تزحزح كمية مية تعادل 24 حمام سباحة أولمبي عشان تقدر تقوم. الأدوار السفلية اللي تحت مستوى المية فيها الوظائف الميكانيكية بتاعت السفينة زي غرفة المحركات ومحطة توليد الكهرباء بالديزل. فوق مستوى المية فيه 1500 كابينة فاخرة و6 مطاعم و13 بار وسبا ومركز لياقة بدنية على دورين ومسرح على 3 أدوار و4 حمامات سباحة وكازينو وديسكو، وكمان مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه لأكثر من 3000 ضيف. السفينة مجهزة بأحدث تكنولوجيا على جسر القيادة وخرائط إلكترونية بتوضح مكان السفينة على الشاشة عن طريق الGPS،
وجهاز قياس العمق بيبين قد إيه فيه مية تحت جسم السفينة. المسارات بتتسجل في النظام، وأي خروج عن المسار بيشرى الإنذار. لما سفينة الرحلات بتعدي جنب جزيرة، الإنذارات دي بتشتغل، ولازم الطاقم اللي على جسر القيادة يأكدوها ويفصلها يدوي. المرور جنب جزيرة زي الطيران المنخفض، ده شيء معتاد في عالم سفن الرحلات. في يوم 14 أغسطس 2011 إدارة الشركة طلبت من السفينة إنها تعدي جنب جزيرة جيليو كتحية للاحتفال بمهرجان على الجزيرة. الكابتن فرانشيسكو سكياتينو وافق على الطلب، وسفينة كونكورديا عدت جنب الجزيرة في النهار من غير أي مشاكل. علشان يعملوا مرور قريب من الجزيرة يختلف عن خطة السير المحددة مسبقاً، لازم طاقم السفينة يخطط وينسق المسار. بيبدأوا بفحص الخريطة علشان يعرفوا عمق المياه في المنطقة ويحددوا مسافة آمنة بعيد عن المياه الضحلة. بعد كده لازم ياخدوا في اعتبارهم حالة الطقس، هل الرياح هتدفعهم ناحية الجزيرة ولا بعيد عنها وقت ما يعدوا؟ بعد كده لازم يخططوا لتحكم الدفة بتاعت السفينة. لو بتبحروا بيخت صغير قريب من المياه الضحلة تقدر تغير الاتجاه بسرعة. سفينة كبيرة زي كوستا كونكورديا بتاخد وقت عشان تغير مسارها بسبب حجمها وزخمها. ده معناه إنك لازم تتوقع مكان واتجاه السفينة وتعدل مسارك من بدري قبل ما السفينة تستجيب بالكامل. في الساعة 7 مساء يوم 13 يناير 2012 كوستا كونكورديا أبحرت من تشيفيتافيكيا في إيطاليا في رحلة بحرية لمدة 7 أيام. أول محطة مخططة هي سافونا على الريفيرا الإيطالية على بعد 250 ميل شمال غرب. فيها أكثر من 1000 فرد من الطاقم وأكثر من 3000 راكب، يعني العدد الكلي على السفينة 4229 شخص. حوالي 600 راكب بينضموا للسفينة في تشيفيتافيكيا. خلال 24 ساعة لازم كل الركاب يشاركوا في تدريب الإخلاء. في التدريب الإجباري ده الركاب هيتعلموا صوت إنذار الإخلاء عامل إزاي، فين قوارب النجاة، فين نقطة التجمع بتاعتهم، ويعملوا إيه في حالة الطوارئ. لكن دلوقتي السفينة بتتحرك والركاب بيبتدوا يتأقلموا مع الحياة في البحر. الكابتن فرانشيسكو سكيتينو اللي عنده 51 سنة بيستضيف دومينيكا سيمورتان اللي عندها 25 سنة وهي راقصة من مولدوفا وضيفة عند الكابتن من غير ما تدفع. الكابتن متجوز وعنده بنت، لكن يمكن كابتن سفينة كبيرة ليه مميزات مش مكتوبة في وصف الوظيفة. سكيتينو بلغ الطاقم إنه ناوي يعمل تحية مرور بالقرب من جزيرة جيليو. الطاقم بطأ السفينة والكابتن راح يتعشى. الضابط الأول سيرو أمبروزيو وجه السفينة ناحية جزيرة جيليو. هو كمان طفى إنذار السفينة اللي بدأ يحذره إنه خرج عن المسار المرسوم. سكيتينو ووظيفته اتعشوا مع بعض، وبعدين سكيتينو أخذها للجسر الساعة 9 بالليل. رئيس الصالة في السفينة أنتونيلو تيافولي اللي أصله من جزيرة جيليو كان موجود هناك بالفعل. مرشد سكيتينو كابتن كوستا المتقاعد ماريو بالومبو ساكن في الجزيرة. سكيتينو عنده أسباب كتير عشان يعمل تحية لجزيرة جيليو. فيه شاب عايز يبهرها ومرشده ورئيس الصالة بتاعه. الطاقم دلوقتي زود سرعة السفينة ل16 عقدة عشان يعوضوا الوقت اللي الكابتن كان فيه على العشاء. وأثناء ما رئيس الصالة بيتصل بكابتن كوستا المتقاعد، سكيتينو طلب من الضابط الأول أمبروزيو يبصله على الرادار. الكابتن نسي نظارة القراءة بتاعته في الكابينة. رئيس الصالة ادى سكيتينو التليفون عشان الكابتنين يتكلموا مع بعض. سكيتينو سأل الكابتن المتقاعد نصيحته عن أقرب مسافة يقدر يقرب بيها من جيليو. بيقول إنه عايز يقرب لحد مسافة 0.4 ميل بحري، يعني حوالي 2500 قدم من الشاطئ. الكابتن المتقاعد قال له إن العمق كويس بس ما فيش داعي يقرب قوي كده عشان الجزيرة فيها ناس قليلين جدا في الشتاء. في الحقيقة هو في بيته الشتوي على البر الرئيسي. الكابتن سكاتينو عمل المرور ده قبل كده وممكن يكون بيجامل الكابتن المتقاعد لما طلب نصيحته. اللي لفت نظري إنه الكابتن سكاتينو بيسأل كابتن تاني عن الأعماق، مع إنه المفروض يرجع للخرائط اللي بتوضح الأعماق حوالين الجزيرة. دلوقتي تركيزه متقسم بين شاشة الرادار اللي مش عارف يقراها ومكالمة تليفون بياخد فيها نصيحة إنه ما يقربش قوي، وتقدر تحس بثقته الزايدة في نفسه. أنا الكابتن دلوقتي
عملت كده قبل كده وعارف أنا بعمل إيه، وأنا شايف الجزيرة. وهو بيتكلم في التليفون، السفينة بتقرب من الجزيرة بسرعة، مصممة علشان تعوض الوقت، مش علشان تناور حوالين الجزيرة. الكابتن سكاتينو دلوقتي بيقود بالنظر مش بالأجهزة. هو أمر الدفة يبدأ يلف يمين علشان يوجه السفينة ناحية ميناء جيليو، لكن دلوقتي هو أدرك إن السفينة أقرب للجزيرة أكتر مما كان متوقع، وشاف صخور طالعة من تحت سطح المية على شمال السفينة. بشكل غريزي هو صرخ علشان يلف السفينة جامد ناحية اليمين، يعني الدفة تلف على الآخر ناحية اليمين. مقدمة: السفينة لفت ناحية اليمين وعادت جنب الصخور من غير ما تخبط فيها. لو انت سايق عربية ولفيت الدركسيون، العجل اللي ورا بيتبع نفس مسار العجل اللي قدام، لكن السفينة مختلفة. لما تحرك دفة السفينة بتلف حوالين نص جسمها اللي بيشتغل زي نقطة ارتكاز. فوأنت مقدمة كوستا كونكورديا بتلفي ناحية اليمين، مؤخرة السفينة بتلفي ناحية الشمال. سكاتينيو أدرك غلطته وصرخ بالأمر التالي: شمال على الآخر، عشان يعاكس الأمر اللي قبله. وللحظة مقدمة السفينة ونصها عدوا الصخور. كتير من الركاب كانوا بيتعشوا لما حصل صوت فرقع عالي فجأة، وبعده صوت طويل من صرير وتأوه واحتكاك معدن بيتني زي علبة صفيح. السفينة اهتزت وارتعشت، الكاسات وقعت من رفوف البار، والأطباق اتزحلقت من على ترابيزات العشاء ووقعت على الأرض. السفينة خبطت في الصخور اللي جنب جزيرة جيليو التوسكانية. الشعب المرجانية دي معروفة باسم لاسكول، وبتبان في خرائط السفينة على بعد حوالي 2600 قدم من الميناء. كوستا كونكورديا خبطت في الشعب المرجانية على عمق 26 قدم تحت سطح المياه في الجنب الشمال ناحية مؤخرة السفينة، وده تسبب في خلع شريحتين معدن طويلين من جسم السفينة بطول 100 و600 قدم. صخرة بحجم عربية صغيرة دخلت في جسم السفينة. مية البحر بدأت تغرق غرفة المحركات وغطت المولدات والمحركات. الأنوار بدأت تضعف وفصلت وسابت الركاب في الظلمة. الظهر بدأ ينتشر في السفينة، لكن أنوار الطوارئ اشتغلت تقريباً على طول. رئيس المهندسين بلغ غرفة القيادة إنه المية بتغرق غرفة المحركات وإنه السفينة هتغرق. مستوى المياه في البحر بيعلى بسرعة لحد لوحة التحكم الرئيسية في غرفة المحركات. الأدوار السفلية في السفينة متقسمة لأقسام كبيرة. لو 4 من الأقسام دي اتغرقت، السفينة ممكن تغرق. الكابتن سكاتينو في الكابينة شايف إن في أجهزة كتير مش شغالة. الساعة 9:45 مساءً اتدق جرس الإنذار. صفارتين طويلين وواحدة قصيرة بيبلغ الطاقم إن في مشكلة. الساعة 9:50 مساءً السفينة بدأت تميل. السفينة بتميل ناحية الميناء اللي هو الاتجاه اللي المية بتغرق فيه. غرف المحركات. الطاقم اللي على السفينة قالوا للركاب إنه كل حاجة تمام وإن في عطل كهربائي. كل حاجة دلوقتي تحت السيطرة، ويا ريت تستمتعوا بباقي السهرة. في الساعة 9:57 مساءً بعد 15 دقيقة من اصطدام السفينة بالصخرة، سكياتينو اتصل بمركز عمليات كوستا كروز. هو قال للمدير روبرتو فيراريني إنه في حجرة واحدة غرقانة، الحجرة اللي فيها محركات الدفع الكهربائي، ومع الوضع ده طفوا السفينة مش في خطر. سكياتينو ما فهمش خطورة الاصطدام. 5 حجرات بيغرقوا وهو ما سمعش كلام كبير المهندسين بتوعه. خفر السواحل بدأوا يستقبلوا مكالمات من الركاب اللي على السفينة. لقوا الكونكورديا على الرادار جنب جيليو بعد 6 دقايق من أول مكالمة الساعة 10:12 مساءً. أتواصلوا مع السفينة بالراديو وسألوا عن الوضع. ضابط الملاحة في السفينة سيموني كانيسا اللي عنده 26 سنة رد وقال إن فيه بس انقطاع كهرباء. هي عندها تعليمات صارمة من الكابتن إنها تقلل من حجم المشكلة وتؤكد إن كل حاجة تحت السيطرة، مع إنها عارفة إن السفينة بتدخلها مياه. خفر السواحل سألوا لو محتاجين مساعدة، والضابط رد وقال إنهم مش محتاجين أي مساعدة في الوقت الحالي. المحركات وقفت وشاشات الكمبيوتر بقت سوداء. السفينة بتنجرف وبتفقد سرعتها. الزخم بتاعها بيخليها تتحرك ناحية الشمال.
على طول ساحل الجزيرة، بتعدي الميناء، وبعد كده بتعدي شبه جزيرة صخرية اسمها بوينت كابيانارا. آخر حركة لسكاتينو إنه يحرف الدفة للآخر ناحية اليمين. الزخم بتاع السفينة بيخليها تكمل للأمام، وفي الآخر بتلف مع اتجاه الرياح وبتعمل دوران 180 درجة. الرياح دلوقتي بتدفع السفينة تاني ناحية الجزيرة. المية اللي بتغرق الأدوار السفلية مع الرياح دلوقتي بتنقل وزن السفينة وبتبدأ تميل من ناحية الشمال لناحية اليمين. سكاتينو بيرمي مراسيه. السفينة بس ما بتثبتش في قاع البحر. خفر السواحل بيتصلوا تاني بكابينة القيادة في كونكورديا. المرة دي الملاح بلغهم إنهم بياخدوا مية والسفينة بتميل. الساعة 10:26 بالليل. سكاتينو بيتكلم مع روبرتو فيراريني في مركز عمليات كوستا، وبيقول له إن في قسمين غرقانين وإنه بيحاول يوجه السفينة ناحية البر. الحقيقة إنه ما عندوش أي سيطرة. الرياح واللي باقي من قوة دفع السفينة هم اللي بيودوها ناحية الصخور. الساعة 10:28 بالليل. خفر السواحل بيبعتوا نداء طوارئ لكل القوارب في المنطقة عشان يتجهوا لجزيرة جيليو. الساعة 10:44 بالليل. كوستا كونكورديا بتتوقف عند بونتا ديل جابريانارا في مياه عمقها حوالي 65 قدم. الركاب على كونكورديا كانوا محتارين ومش عارفين إيه اللي بيحصل. الكابتن سكياتينو ساب الكابينة وهو مصدوم وبص على السفينة. 3200 راكب مش عارفين يعملوا إيه. أكثر من 1000 من طاقم السفينة كانوا محتارين برضو. الكابتن الثاني روبرتو بوتزيو بدأ عملية الإخلاء بدري قبل ما الأوامر الرسمية تتصدر. القرار ده من الضباط الأصغر رتبة وأفراد الطاقم بيتحسب تمرد عشان هم بيتصرفوا من غير تعليمات من الكابتن. بعض أفراد الطاقم بيأمروا بنزول قوارب النجاة في المياه، وغيرهم بينصحوا الركاب يرجعوا لكبائنهم. مفيش قيادة واضحة. الساعة 10:58 مساء. 7 صافرات قصيرة وواحدة طويلة اتسمعوا، وده إشارة لنزول قوارب النجاة وإخلاء السفينة. حوالي 2000 شخص واقفين على سطح السفينة بقالهم ساعة مستنيين، عارفين إيه اللي هيحصل لكن مش عارفين يتصرفوا إزاي. 100 شخص اللي ركبوا السفينة من كام ساعة بس ما شاركوش في أي تدريب على الإخلاء. التدريب كان متخطط لهم لليوم اللي بعده. بسبب أن الكونكورديا مائلة ناحية اليمين مستحيل ينزلوا قوارب النجاة من ناحية الشمال. بعض الركاب بينطوا في المية الباردة بتاعة الشتاء علشان يعوموا لحد الشاطئ، وأول ما طاقم بدأ يفتح بوابات قوارب النجاة الدنيا اتقلبت فوضى. حد صرخ وقال: الستات والأطفال الأول، وده زود الهلع أكتر. أول قوارب النجاة وصلت لميناء جيليو بعد الساعة 11 بالليل بشوية. ماريو بيليغريني نائب عمدة جيليو وصل للميناء وركب قارب نجاة عشان يروح للسفينة، لكنه اكتشف إن مفيش حد مسؤول هناك. الركاب بينزلوا على سلالم حبال من جنب السفينة، والقوارب بتقرب منهم عشان تاخدهم على متنها. في خلال ساعة و15 دقيقة حوالي 3500 شخص وصلوا بأمان لميناء جيليو. الساعة كانت 11:45 بالليل، ووصلت طيارة إنقاذ بحلول الساعة 12:15 بعد نص الليل تقريباً. كل الناس اللي على جانب الميمنة من السفينة نزلوا منها، بما فيهم الكابتن سكياتينو وبعض الضباط بتوعه، لكن مش الكل نزل من السفينة. بعض الناس اللي ركبوا قوارب النجاة اضطروا يرجعوا تاني على السفينة، وأثناء ما السفينة بتستقر على الصخور بدأت تميل ببطء لحد ما وقفت في الآخر على زاوية تقريباً 70 درجة، وده خلى بعض قوارب النجاة ملهاش لازمة. في الساعة 12:42 صباحاً غريغوريو دي فالكو اللي مسؤول عن عمليات الإنقاذ في خفر السواحل اتصل بالكابتن سكياتينو على موبايله. الكابتن سكياتينو شرح إنه وقع في قارب نجاة وقاعد على صخرة برا ميناء جيليو. دي فالكو اللي كان قائد سابقا في البحرية الإيطالية فقد أعصابه وصرخ في سكياتينو: ارجع على السفينة حالا يا وغد. سكياتينو قال له إنه حينسق عملية الإنقاذ من على الصخرة بتاعته. الساعة 1 الصبح كان لسه حوالي 1000 شخص على السفينة. قوارب الإنقاذ وطائرات الهليكوبتر كملت عملية الإخلاء وبدأوا ينقذوا الناس من المياه ومن السفينة. الساعة 4:46 صباحاً تم تسجيل انتهاء عملية الإخلاء. فرق الإنقاذ من الحماية المدنية بدأت تدور على ناجين. 32 شخص ماتوا أو مفقودين. سكياتينو عمره ما رجع للسفينة عشان يساعد في الإخلاء. الناجين اتنقلوا لميناء سانتو ستيفانو،
وهناك اتعمل مركز تنسيق ومساعدة. السلطات فرضت حظر على كل القوارب الخاصة، وطبقت منطقة ممنوع فيها الملاحة لمسافة ميل بحري حوالين السفينة. ما بين يوم 14 و30 يناير غواصين خفر السواحل البحرية الإيطالية وخدمة الإطفاء والإنقاذ بيدوروا في السفينة على الناس المفقودين. رئيس خفر السواحل الإيطالي ماركو بروسكو أكد إن فيه 29 شخص، 4 من الطاقم و25 راكب لسه مفقودين. الظلام الدامس والأثاث اللي بيتحرك جوه السفينة بيخلقوا بيئة خطيرة للمنقذين. الغواصين بيشتغلوا في أزواج، هم بيستخدموا نمط بحث متعرج في المناطق اللي تخصصت لهم. كل غطسة بتتخطط إنها تستمر 40 دقيقة. هم بيحددوا طريقهم بخيوط إرشاد عشان يعرفوا يتجهوا في الرؤية الضعيفة، وبيحطوا اسطوانات هواء طوارئ جوه السفينة. مش قادرين يشوفوا أكتر من قدمين قدامهم. المنقذين لقوا ناجين، منهم زوجين كوريين جنوبيين لسه متجوزين وكانوا نايمين وقت الحادث، وكمان أمين صندوق السفينة اللي رجله مكسورة. في يوم 16 يناير عمليات الإنقاذ توقفت لما الجو الساء حرك السفينة حوالي 1.5 سنتيمتر. الخطر إن السفينة ممكن تنزلق لمياه أعمق أو يحصل تسريب للوقود. العمليات كملت بعد 3 ساعات. رجال الإنقاذ استخدموا متفجرات علشان يعملوا فتحات في هيكل السفينة. السفينة فضلت تتحرك من وقت للتاني لحد يوم 24 يناير لما رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية أعلن إنها بقت مستقرة. مع نهاية يناير 2012 كان إجمالي عدد الجثث اللي تم انتشالها 17. في يوم 31 يناير تم إنهاء البحث تحت خط المياه. في فبراير تقارير الناجين بتدي المنقذين معلومات عن آخر مكان معروف لبعض الركاب، وبناء على كده الغواصين لقوا 8 جثث كمان في الحطام. شركة الإنقاذ الهولندية سميت انترناشنال، والشركة الإيطالية نياري بيبدأوا يشيلوا 2380 طن من الوقود الثقيل من السفينة. في البداية بيركزوا على تفريغ 15 تانك اللي فيهم حوالي 84% من وقود السفينة، وده بياخد تقريباً شهر عشان يخلصوه. بيستخدموا عملية اسمها الهوت تابينج. بما إن التانكات مغمورة تحت المية بيجيبوا غواصين محترفين عشان يخلصوا الشغل. في الأول الغواصين بيركبوا صمام في قاع تانك الوقود وصمام تاني فوق. الزيت الكثيف بيتسخن عشان يبقى أقل للزوجة شوية. مية البحر بتتضخ في قاع التانك عشان تحل محل الزيت اللي بيتسحب من الصمام اللي فوق. بما إن الزيت بيطفو فوق المية، لما الزيت بيتشال مية البحر بتحل مكانه من تحت التانك، وده بيضمن إن التانك يفضل تقيل وما يخليش السفينة تفقد توازنها. العملية دي بتتكرر لحد ما 15 تانك يفضوا كلهم يوم 24 مارس. بعد كده الغواصين بيقطعوا فتحة في جسم السفينة عشان يوصلوا لغرفة المحركات اللي غرقانة. بيشيلوا حوالي 350 متر مكعب من وقود الديزل وزيوت تانية من غرفة المحركات. بروا السفينة بيستخدموا معدات إنقاذ وبحث روبوتية عشان يلاقوا 5 جثث كمان بين الحطام وقاع البحر. بعد ما يشيلوا الوقود والزيوت بيبدأوا عملية إزالة الحطام. في خيارين: ممكن يفككوا الحطام في مكانه أو يطفوه وبعدين يفككوه في الحوض الجاف، وده اللي قرروا يعملوه. بيحطوا خطة علشان يقفلوا الفتحات في جسم السفينة ويرجعوا يطفوها بمساعدة عوامات كبيرة قابلة للنفخ، وبعد كده يسحبوها بعيد. دي حتكون أكبر عملية إنقاذ اتعملت في التاريخ. من المتوقع إنها تاخد من 7 ل10 شهور، وبتعتمد على حالة الجو والبحر، وحتبدأ في مايو 2012 بتكلفة 300 مليون دولار. عقد عملية الإنقاذ راح لمشروع مشترك بين شركة الإنقاذ تايتن اللي مقرها في فلوريدا والشركة الإيطالية مايكل بيري. نيكس لون خبير الإنقاذ الجنوبي إفريقي تم تعيينه لقيادة العملية. في يونيو 2012 بعد 6 شهور من الجنوح جابوا بارجة وحطوها جنب جانب الميمنة للسفينة. تم إزالة رادار السفينة والزحليقة والمدخنة عشان يثبتوا السفينة ويمنعوها من الانزلاق أكثر على قاع البحر المائل. مدخنة السفينة كانت آخر حاجة اتشالت في ديسمبر، وبحلول نص يناير 2013 بدأت شركات الإنقاذ تبني هيكل دعم تحت المياه. أول حاجة بيعملوا قاع بحر صناعي من الرمل والأسمنت في الجهة المنحدرة من الحطام.
بعد كده بيبنوا منصة معدنية عشان السفينة تقف عليها. في يوم 15 يناير 2013 اتشافوا جثتين مفقودين في مؤخرة السفينة، بس ما قدروش يطلعوهم من مكانهم اللي صعب الوصول ليه جوا السفينة. ما بين يناير وسبتمبر استمروا في بناء المنصة تحت المياه. كوستا كونكورديا فيها فتحة ضخمة تحت خط المياه، وعشان كده الهندسة اللي اتعملت عشان يطفوها كانت عبقرية. تم لحام 15 خزان تعويم على جانب الميسرة من السفينة واللي فوق خط المياه. العوامات دي عبارة عن خزانات كبيرة محكمة الغلق، وبحلول سبتمبر 2013 كانت المنصة تحت المياه اتعملت وخزانات التعويم على جانب الميسرة اتثبتت. مع إن حجمهم بيختلف، واحدة من العوامات دي مقاسها 33 متر في 10 متر في 20 متر. ده معناه إن كل عوامة بتسيح 6,600,000 لتر، أو ما يعادل 2.65 حمام سباحة أولمبي من المياه. في يوم 16 سبتمبر فريق الإنقاذ بيبدأ عملية اسمها الانحناء بالقوة. الكابلات بتتثبت من المنصة لجانب الميناء في السفينة. الكابلات دي بتتشد باستخدام مشدات هيدروليكية اسمها ستراند جاكس. السفينة بتتسحب ببطء لحد ما تبقى في وضع قائم، ومع دوران السفينة السونسونات بتتملي بمياه البحر. وزن المياه اللي في السونسونات بيساعد في تكملة تدوير السفينة لحد ما تبقى واقفة بشكل قائم، وبتستقر على الهيكل اللي تحت المياه في صباح اليوم اللي بعده. في يوم 26 سبتمبر تم العثور على جثة في وسط السفينة. تمت عمليات تفتيش إضافية وتم تركيب السونسونات على جانب الميمنة من السفينة. في الأول من فبراير عام 2014 أثناء لحام السونسونات على جانب الميمنة سقطت صفيحة معدنية على غواص إسباني وحاصرته وسببت له جرحا في ساقه. تمكن غواصون آخرون من تحريره وإحضاره إلى السطح حيث نزف حتى الموت. في 14 من يوليو بدأ مشغلو الإنقاذ في إعادة تعويم كوستا كونكورديا من منصتها المغمورة. 30 عوامة يمكن لكل واحدة منها أن تزيح حوالي 2.5 من حمامات السباحة الأولمبية من المياه، ليكون المجموع 75 حمام سباحة أولمبي. ده معناه إنهم بيوفروا 3 أضعاف الطفو اللازم لإعادة تعويم السفينة اللي وزنها 60,000 طن، واللي محتاجة تزيح كمية مياه تعادل 24 حمام سباحة أولمبي عشان تكون متعادلة الطفو. بيبدأوا يضخوا المياه ببطء من كل العوامات لحد ما السفينة تعوم بحرية بعيد عن المنصة. بعد كده بيجروها مسافة قصيرة بعيد عن الساحل لغاية ما توصل لمية أعمق. في 23 يوليو بيبدأوا رحلة مدتها 4 أيام لميناء جنوة. الغواصين بيلاقوا أجزاء من جثث في الحطام، وهو راسي في الميناء. في 3 نوفمبر 2014 يعني تقريباً بعد 2 من جنوح كوستا كونكورديا تم اكتشاف آخر جثة في حطام السفينة. على مدار سنة 2015 تم تفكيك السفينة بتكلفة وصلت ل$115 مليون، وتم بيع المعدن خردة. كوستا كونكورديا فضلت واقفة قدام جزيرة جيجيو تقريباً لمدة 2. خلال الفترة دي صياديو التذكارات نهبوا السفينة وسرقوا ماكينات الكاشير والمجوهرات والأثاث والأعمال الفنية وجرس السفينة. لما السفينة اصطدمت بالصخور البارزة، الصدمة قطعت شريحتين طويلتين من الفولاذ من هيكل السفينة. الشرايح دي اتلاقت بعدين في قاع البحر على بعد 300 قدم من الجزيرة الرئيسية، بما فيهم تعويض الضحايا وانتشال السفينة والتخريد. التكلفة الإجمالية للكارثة تقريباً وصلت $2 مليار، يعني 3 أضعاف تكلفة بنائها اللي كانت $600 مليون. 33 شخص ماتوا في الحادثة، منهم 27 راكب و5 من طاقم السفينة وغواص انتشال واحد. الكابتن سكياتينو أتوجهت له تهمة القتل الخطأ. في دفاعه المحامين بتوعه قالوا إنه السفينة كانت ملعونة عشان زجاجة الشامبانيا ما اتكسرتش. هو دلوقتي بيقضي حكم بالسجن 16 سنة، وأنا متأكد إنه مش بيشارك السرير مع رقاصة عندها 25 سنة من مولدوفا. النهاردة لازم سفن الرحلات البحرية تعمل تدريب إخلاء إجباري قبل ما السفينة تبحر. في صباح هادي من شهر إبريل
عبارة ركاب كورية جنوبية كبيرة بدأت فجأة تميل جامداً وهي بتعمل لفة عادية أثناء عبورها الممر بين الجزر. في 443 راكب على متن العبارة، من ضمنهم 325 طالب ثانوي في رحلة مدرسية لجزيرة جيجو. الطلبة والركاب اتقال لهم إنه خطر يسيبوا الكباين بتاعتهم وما يطلعوش على الأسطح الخارجية ويقعدوا في الكباين بتاعتهم، والعبارة بتميل وتغرق أكتر في المية. في ناس تجاهلوا الأوامر وطلعوا فوق العبارة، وناس تانية وثقوا في تعليمات الكابتن وطاقم السفينة. أنا عملت كل اللي قادر عليه عشان أبحث في القصة دي، وأينما كان ممكن استخدمت تقارير رسمية عشان أأكد التفاصيل، وفي بعض الأماكن اختصرت عشان أحكي القصة بأقصر طريقة ممكنة. ده فهمي للأحداث. لو أنت بحثت الموضوع بشكل أعمق أو عندك معلومات زيادة، يا ريت تشاركها في التعليقات. سيول عبارة عن عبارة روباكس طولها 145 متر وعرضها 22 متر، وعندها قدرة تشيل 921 راكب و88 عربية و60 شاحنة. روباكس يعني سفينة بتسمح بدخول وخروج العربيات بسهولة وفيها تسهيلات للركاب. من سنة 1994 لسنة 2012 كانت سيول بتبحر في اليابان باسم فيري نامينو، وكانت سفينة لنقل البضائع والركاب لشركة إيلاين فيري اليابانية. في أكتوبر 2012 شركة شنغهاي مارين اللي مقرها إنشيون في كوريا الجنوبية اشترت سفينة سيوول من شركة إيلاين فيري. هي أصلاً سفينة قديمة وحالتها نوعاً ما متدهورة. خلال شتاء 2012 ل 2013 قبل ما السفينة تتسجل في كوريا عملوا تعديلات كبيرة عليها، ضافوا طابقين للركاب ووسعوا مخزن البضائع بتاع السفينة. الحمولة الإجمالية لسفينة سيول زادت بمقدار 239 طن من 6586 ل 6825 طن، وده معناه إنه الحجم الداخلي للسفينة بقى أكبر. سعة الركاب بتاعتها زادت ب 116 شخص وبقى إجماليها 956 شخص بما فيهم الطاقم. التعديلات خلت مركز ثقل السفينة يرتفع نصف متر لفوق ويبعد عن خط المنتصف. بعد ما التعديلات خلصت تم فحص سفينة سيوول من قبل السجل الكوري للسفن واعتبروها صالحة للاستخدام. أثناء عملية الموافقة على التعديلات، السجل الكوري للسفن كمان غير حدود الحمولة اللي ممكن سفينة سيوول تشيلها. هم فعلاً قللوا الحد الأقصى للحمولة اللي السفينة تقدر تشيلها من 1450 طن ل 987 طن، وزودوا كمية الصابورة المطلوبة من 1333 طن ل 1703 طن. مع إن شركة شنغهاي مارين زودت حجم مخزن البضائع في السفينة وناوية تخلي السفينة تشيل حمولة أكثر من قبل كده، السفينة بقت أقل استقرار بسبب التعديلات دي، وده معناه إنها لازم تشيل حمولة أقل وتحتاج صابورة أكثر عشان تفضل متوازنة. بعد الفحوصات تم تركيب 37 طن رخام إضافي في المعرض، وأظن إنه ده للزينة. السفينة دخلت الخدمة في مارس 2013 بموافقة السجل الكوري للشحن، وده كان قبل ما التقرير النهائي يطلع. من الصعب جدا تحديد الجدول الزمني بالضبط، بس يبين إن الموافقة اتمنحت بناء على الرسومات الهندسية للتعديلات مش على تقرير الاختبار الفعلي بعد الفحص. الرسومات الهندسية طلعت مستندات مزورة. بعد حوالي سنة تقرير اختبار الاستقرار من السجل الكوري للشحن اتنهى وتأرخ بتاريخ 24 يناير 2014. التقرير بيقول إنه السفينة سيول بقت تقيلة زيادة وأقل استقرار بعد التعديلات اللي اتعملت. التقرير ده ما تسلمش لجمعية الشحن الكورية اللي مسؤولة عن إدارة العبارات، ولا لحرس السواحل الكوري اللي بيراقب الجمعية ومسؤول عن السلامة في البحر. ما بين مارس 2013 وأبريل 2014 السفينة سيول كانت بتسافر في خط منتظم بين مدينة أنشون اللي جنب سيول على البر الرئيسي لكوريا الجنوبية وجزيرة جيجو اللي في جنوب البر الرئيسي. قبطان السفينة سيول، القبطان شين،
حذر شركة شنغهاي مارين إن السفينة سيول غير مستقرة بناء على تقرير الاستقرار النهائي. تحذيرات شان اتنقلت لشركة شنغهاي مارين عن طريق موظف رسمي في هيئة ميناء انتيشون يوم 9 إبريل 2014 قبل الرحلة الأخيرة ب6 أيام. شين بيقول إنه الشركة هددته بالفصل لو استمر في اعتراضاته. هو كمان طلب تصليح نظام التوجيه اللي كانت بيضة يوم 1 إبريل، والطلب ده ما تنفذش قبل ما السفينة تغرق. في يوم 15 إبريل 2014 السفينة MS سيوول بتستعد للإبحار من إنشون لجيجو في خط سيرها المعتاد. كان المفروض السفينة تخرج من الميناء الساعة 6:30 مساء، لكن الضباب قلل الرؤية لحوالي نص ميل بحري، فعشان كده سلطات الميناء أوقفت مغادرتها. رغم إن الحد الأقصى للحمولة هو 987 طن، السفينة سيول حملت على متنها 2147 طن من البضائع. في الحقيقة بعض خزانات الصابورة اتفرغت عشان يقدروا يشيلوا البضائع. السفينة كان عليها بس 761 طن من الصابورة بدل من 1703 طن اللي مسجل بيهم للإبحار. مش متأكد إذا كانوا بيبدلوا الحمولة مكان الصابورة عن قصد وبيحسبوا توزيع الوزن، ولا هم بس بيحاولوا يحشروا أكبر كمية حمولة ممكنة. في الحالتين الحمولة مش متثبتة كويس قبل ما السفينة تسيب الميناء. تحذيرات الضباب اتشالت حوالي الساعة 8:30 بالليل. الساعة 9 بالليل السفينة سيول بتتحرك من ميناء إنشيون في كوريا الجنوبية. سفينة سيول هي السفينة الوحيدة اللي خرجت من الميناء في الليلة دي. هي بتعمل 3 رحلات ذهاب وعودة في الأسبوع من إنشون لجزيرة جيجو. كل جزء من الرحلة اللي بيبلغ 264 ميل بياخد حوالي 13.5 ساعة عشان يكتمل. سفينة سيول كانت ماشية على الخط ده من مارس 2013، ولحد دلوقتي عملت الرحلة دي رايح جاي 241 مرة. هي بتتحرك وعلى متنها 443 راكب و33 من الطاقم، وكمان أكثر من 2000 طن من البضائع، منهم 185 عربية. من بين 443 راكب اللي على السفينة فيه 325 طالب و15 مدرس، كلهم متحمسين لرحلتهم المدرسية لجزيرة جيجو. هم جايين من مدرسة دانوون الثانوية في مدينة أنسون جنب إنشون. الكابتن شين الأساسي في إجازة. السفينة دلوقتي تحت قيادة الكابتن لي جون سوك اللي عنده 69 سنة، واللي استلم قيادة السفينة قريب بعقد لمدة سنة بياخد عليه حوالي $2,500 في الشهر. هو كابتن عنده خبرة أكثر من 40 سنة في البحر، وقاد السفينة سيول في نفس الطريق ده قبل كده. ثاني يوم الصبح بعد 10 ساعات من بداية الرحلة، السفينة قطعت مشوار كويس على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية. الركاب بيصحوا من النوم بعد ما قضوا الليل نايمين في الكبائن بتاعتهم. معظم الطلبة قاعدين مع بعض في الكبائن وقضوا الليل، والصبح يضحكوا ويهزروا ويتكلموا عن الرحلة اللي قدامهم. السفينة سيول موجودة جنوب غرب البر الرئيسي لكوريا الجنوبية على مسافة قريبة من قناة مانجول بين أرخبيل مانجول وأرخبيل جيوشا. يا رب أكون بنطق الأسامي دي صح. الساعة 7:30 الصبح الضابط الثالث في السفينة بارك هونغ يول استلم المراقبة على جسر سيول. الكابتن لي كان بياخد قسط من الراحة في الكابينة الخاصة به. بارك شاب ولسه ما عندوش خبرة كبيرة، عنده 25 سنة وسنة واحدة بس خبرة عملية في الملاحة البحرية. 5 شهور من الخبرة دي كانت من شغله على سفينة سيول. هو بيقود السفينة ومعاه الدفة تشو جون كي ماسكي عجلة القيادة. سفينة سيول ماشية في اتجاه حوالي 165 درجة وبسرعة تقريباً 20 عقدة، وهي رايحة ناحية قناة مانجول. قناة مانجول فيها بعض من أسرع وأكثر التيارات المد والجزر اللي مش متوقعة في مياه شبه الجزيرة الكورية. الإبحار فيها محتاج حذر كبير بس بيوفر وقت، والسفن الحديثة اللي عليها طواقم مدربة كويس زي سيول بتعدي من الطريق ده بشكل منتظم. كابتن سيول اختار الطريق ده عشان يوفر وقت بعد التأخير في المغادرة من إنشون. عادة ضابط أكثر خبرة هو اللي بيقود الجزء ده من الرحلة،
لكن تأخير في المغادرة لخبط جدول الورديات، وده معناه إن بارك هو اللي واقف على المراقبة أثناء مرور السفينة في قناة مانغول. الظروف هادية، في ريح خفيفة وأمواج بسيطة، والرؤية كويسة. الساعة 28 دقيقة الصبح، السفينة كانت على بعد أكثر من ميلين بحريين شوية من القناة. بارك أمر تشو يغير نظام التوجيه من التيار الآلي للتوجيه اليدوي. هي عايزة تتحكم بالكامل في توجيه السفينة في الجزء المهم ده من الرحلة. لما سيول وصلت للقناة الساعة 8:27 دقيقة الصبح، كانت ماشية على مسار حوالي 137 درجة. المناطق الأوسع في القناة فيها صخور خطيرة ومياه ضحلة، لكن ما فيش أي مخاطر في الطريق اللي هتمشي فيه سيول. وأثناء ما السفينة بتقرب من آخر منعطف ليها، الفطار بيتقدم في الكافتيريا. أغلب الركاب صحوا وبيتحركوا وبيبدأوا يومهم. الكافتيريا مليانة طلاب. ركاب تانيين موجودين على السطح الخارجي بيدخنوا أو بيسلوا نفسهم حوالين السفينة أو لسه نايمين. الساعة 48 دقيقة الصبح، بارك وتشو واقفين جنب بعض على الجسر جنب عجلة السفينة. الساعة 8:46 دقيقة الصبح، سفينة سيول ماشية بسرعة 18 عقدة في اتجاه حوالي 135 درجة. بارك أمر تشو يغير الاتجاه من 135 درجة ل 140 درجة. وأثناء ما تشو بيغير الاتجاه، لاحظ إنه السفينة مالت شوية، بس مهتمش كفاية إنه يبلغ بارك. بعد ما تشو غير الاتجاه ل 140 درجة، بارك اتأكدت إنها راضية عن اتجاه السفينة على الرادار. في الساعة 8:48 صباحاً، بارك أمرت بتغيير اتجاه تاني ل 145 درجة. مرة تانية، تشو لف السفينة، لكن السفينة لفت أسرع مما كان متوقع، وكملت تلف حتى بعدما رجع الدركسيون للمنتصف. تشو بسرعة لف مرتين ناحية اليسار عشان يعوض. في المجمل هو لف الدركسيون 5 درجات ناحية الشمال. السفينة ما استجابتش وكملت تلف ناحية اليمين. بارك لاحظت إن السفينة مائلة جامد، وبتعتقد إن الميل ده هو اللي بيخلي السفينة تلف أسرع ناحية اليمين أكتر من اللازم. هي قالت لتشو يلف الدركسيون في الاتجاه المعاكس، اللي تقصده هو إنه يوجه السفينة ناحية الشمال. هي مش عارفة إن تشو أصلاً لف ناحية الشمال. لما تشو سمع الأمر ده، افتكر إن بارك عارفة إنه أصلاً بيلف ناحية الشمال، وفهم إنها تقصد يوجه السفينة ناحية اليمين. ده في اتجاه التفاف السفينة اللي مش متحكم فيه، مش بعيد عنه. تشو لفت دفة ناحية اليمين، وسوء الفهم بين البحارين زود المشكلة اللي بتواجه السفينة. فيه حالة ارتباك عامة، وتشو بيصرخ بصوت متوتر: الدفة مش شغالة. في الكانتين الناس بدأوا يتساءلوا إذا كان فيه حاجة غلط لما لاحظوا إنه الأطباق والترابيزات بتتحرك وبتميل، بس هم حاسين إن السفينة بتلف وافتكروا إن ده طبيعي. السفينة لفت 15 درجة ناحية اليمين لمدة 40 ثانية، بس فعلياً لفت حوالي 45 درجة ناحية اليمين، وبعد كده دارت كمان 22 درجة في مكانها لمدة 20 ثانية. زي لما تلف دركسيون عربيتك شوية والعجل الوراني يعدي على بقعة زيت، وبعدها العربية تفلت من وراك. بعد شوية السفينة بدأت تميل جامد ناحية الشمال، وبقى واضح إن في حاجة غلط. ممكن التيارات تكون زودت المشكلة دي؟ بعد كده الركاب سمعوا صوت دوشة جامد جاي من الأدوار السفلية في السفينة. لما الحمولة اتحررت من الربط السيء بتاعها، السفينة مالت أكتر ناحية الشمال. الساعة 58 دقيقة الصبح، سفينة سيول كانت مائلة 30 درجة ناحية الشمال. الركاب فجأة لقوا نفسهم على سفينة بتتقلب، وده كان بداية مصير مأساوي لبعضهم. الكابتن لي جري من الكابينة بتاعته لجسر القيادة، وبعد شوية كل الضباط كانوا موجودين على جسر القيادة. شو وقف محركات السفينة، والسفينة بقت سايبة نفسها تتحرك على جنب. الضابط الثالث الشاب بارك، اللي طبيعي يكون مصدوم من فجائية وشدة ميل السفينة، بدأ يعيط. الكابتن لي وأعضاء الطاقم التانيين بيقيموا الوضع وبيحاولوا يقرروا هيعملوا إيه. لي مش قادر يحدد إذا كانت السفينة هتغرق ولا لأ، بس تركيزه بقى على سلامة الركاب. الساعة 8:52 الصبح، لي وطاقمه بدأوا يخططوا للإنقاذ، وهم بيحاولوا يرجعوا السيطرة على السفينة.
لازم يكونوا حذرين جداً في إدارة الموقف علشان يقدروا ينقذوا كل الناس من السفينة بأمان لو ده بقى ضروري. الطاقم بدأ يعلن للركاب وهم السفينة بتغرق ببطء. بيقولوا لكل الناس ما يتحركوش، يفضلوا في أماكنهم، وإنه هيكون خطر لو اتحركوا في السفينة. الرسائل دي بتتذاع على نظام الإذاعة الداخلية في السفينة، وبتتكرر لحد ما المية تبدأ تدخل كبائن الركاب. كتير من الرسائل دي بتطلب تحديداً من طلاب مدرسة دانون الثانوية إنهم يفضلوا ثابتين في أماكنهم. وفي الوقت ده أول مكالمة طوارئ للأرض اتعملت من واحد من الطلاب، تشوي دوكا. في الساعة 8:52 صباحاً تشوي بيتصل برقم خدمة الطوارئ الوطنية وبيبلغ إن السفينة اللي هو عليها بدأت تغرق. في الساعة 8:54 صباحاً تشوي اتوصل بخفر السواحل في موكبو، وهي محطة خفر سواحل في جنوب شرق البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، وشرح لهم الوضع. بعد 3 دقائق خفر السواحل في موكبو أمروا سفينة الدورية رقم 123 تروح لمكان الحادث. السفينة اتحركت الساعة 8:58 صباحاً، وبحسب دليل البحث والإنقاذ بتاع خفر السواحل، سفينة الدورية رقم 123 اتكلفت بمسح المنطقة وإنقاذ الركاب بسرعة. الإعلانات على نظام النداء الداخلي في السفينة لسه بتقول خليكوا في أماكنكم. الإعلانات دي بيعملها ضابط الاتصالات في السفينة كانغ هاي سونغ. هو بيقول للكل إن التحرك جوه السفينة خطر. أعضاء الطاقم التانيين بيكرروا الرسالة دي بنفسهم للركاب في كل أنحاء السفينة. لما سفينة كوستا كونكورديا اتقلبت، الطاقم إدى تعليمات مشابهة إن الناس تفضل في الكبائن وما يتحركوش في السفينة. الركاب تجاهلوا التحذيرات دي وطلعوا على سطح السفينة، وبسبب الثقافة السلطوية غالباً أغلب الناس اللي كانوا على متن سفينة سيول، خصوصاً طلاب مدرسة دانون الثانوية، سمعوا الكلام اللي اتقال لهم وفضلوا تحت سطح السفينة. الفيديوهات اللي صورها الطلاب بتليفوناتهم هتتلاقى بعدين على السفينة. الفيديوهات دي بتبين الطلاب وهم بيحاولوا يفهموا إيه اللي بيحصل على السفينة، وبيحاولوا يتعاملوا مع الموقف المرعب اللي بيواجهوه. وأكتر حاجة فيه ارتباك حوالين مدى خطورة الموقف، وفي لحظات تانية فيه خوف حقيقي، هم خايفين يموتوا. وفيه ناس تانية بتدور على استرات النجاة، أو بتفكر إذا كانت المية برا ساقعة قوي عليهم لو نطوا من السفينة. بياخدوا بالهم من حاجات زي إن جزمهم بتبدأ تزحلق على الأرض. وفيه ناس تانية بتشوف من الشباك إنه السفينة شكلها بتغرق، وكمان السفينة شكلها بتبقى أظلم. إمتى حيقولوا لنا نخلي السفينة؟ هما بياخدوا القرار الصح، مش السفينة بتغرق. في ناس تانية بتحاول تهرب، بس بقى صعبة أكتر وأكتر. تسيب السفينة وانت ماشي على الحيط بدل الأرض. الساعة 8:55 الصبح طاقم سفينة سيول اتصلوا لأول مرة بوكالات الإنقاذ على الشاطئ. في مكالمات بين السفينة ووكالات الإنقاذ، وكمان بين وكالات الإنقاذ المختلفة. تم إبلاغ وكالات خفر السواحل المختلفة وكمان البحرية الكورية الجنوبية. تم إرسال سفينتين دورية إضافيتين من البحرية لمكان الحادث. مراكب الصيد المحلية كانت وصلت بالفعل لمكان الحادث، وبعضها وصل من الساعة 9 الصبح. وكالات الإنقاذ بتناقش الوضع مع لي وطاقمه عن طريق الراديو. الساعة 29 الصبح طاقم سفينة سيول بلغ إن السفينة مائلة أكثر من 50 درجة ناحية اليسار وبتغوص أكثر في المياه. الساعة 9:23 الصبح خدمة مرور السفن اللي بتنسق حركة السفن في المنطقة أمرت طاقم سفينة سيول يبلغ الركاب يلبسوا سترات النجاة. الطاقم رد وقال إن أجهزة البث في السفينة معطلة، وخدمة مرور السفن قالت لهم يبلغوا الركاب بنفسهم يلبسوا سترات النجاة، وكمان يلبسوا هدوم زيادة عشان يستعدوا للمياه الباردة برا السفينة. بس مفيش سترات نجاة كفاية على السفينة لكل الركاب. يمكن عشان كده قالوا لخدمة مرور السفن إن نظام البث معطل. الساعة 9:25 صباحاً خدمة مرور السفن طلبت من الكابتن لي يقرر بسرعة إذا كانوا حيخلوا السفينة ولا لا، وقالوا إنهم مش عندهم معلومات كفاية عشان ياخدوا القرار بنفسهم. رد لي وسأل عن عملية الإنقاذ، وخدمة مرور السفن ردوا عليه وقالوا إن مراكب الدورية
حتوصل خلال 10 دقايق، وإنه في هليكوبتر حتوصل خلال دقيقة واحدة. لي رد وقال: في عدد كبير جدا من الركاب بالنسبة للهليكوبتر. هو قرر يكمل ويبلغ الركاب يفضلوا في الكبائن بتاعتهم. ودا كانغ ضابط الاتصالات في السفينة نقل الرسالة دي عن طريق نظام الإذاعة الداخلية للسفينة. ممكن يكون في فجوة في التسلسل الزمني، ونظام الإذاعة فعلا باظ. السفينة سيول بتنقلب والركاب متلخبطين. لازم يقرروا إذا كانوا حيتبعوا تعليمات طاقم السفينة ولا لا. بعض الركاب بيتابعوا الإعلانات اللي بتقولهم بيفضلوا في أماكنهم حتى وهم شايفين المية بتعلى جوه السفينة. معظم الطلاب الركاب الصغيرين بيستمروا في طاعة الإعلانات، والباقيين بيتجهوا للأدوار العليا بدل ما يفضلوا في الأدوار السفلية جوه السفينة. سفينة الدورية رقم 123 وصلت لمكان الحادث الساعة 9:30 الصبح. دي أول سفينة إنقاذ رسمية توصل للموقع بعد الحادث، وتكلفت بقيادة الموقع. خلال الوقت بينما تم إرسال سفينة الدورية رقم 123 ووصولها، السفينة ما تواصلتش مع سفينة سيول مباشرة عن طريق الراديو. هم اتصلوا بسفن تانية في المنطقة بدل كده. لما وصلوا لمكان الحادث، أفراد طاقم سفينة الدورية رقم 123 ما كانوش عارفين محتوى التواصل اللي حصل بين سفينة سيول وجهات الإنقاذ. هم ما تكلموش مع طاقم سفينة سيول ومش فاهمين الوضع كويس. سفينة سيول المائلة أكثر من 50 درجة ناحية اليسار الساعة 9:33 صباحاً، بعد ما تأكدوا أن السفن القريبة تطوعت تساعد في عمليات الإنقاذ. خدمة مراقبة حركة السفن قالت لكل السفن ينزلوا قوارب النجاة للركاب. سفينة دورية رقم 123 بدأت عمليات الإنقاذ الساعة 9:38 صباحاً لما بعتوا قارب إنقاذ مطاطي. المنقذين عملوا إعلانات لمدة 5 دقائق بينادوا فيها الناس يسيبوا السفينة وينطوا في المية. قرروا ترك السفينة، ما اتخذوش الكابتن ليه ولا طاقم السفينة. الساعة 9:38 دقيقة الصبح، الاتصال بين خدمة حركة السفن وسفينة سيول اتقطع. بعد حوالي 3 دقائق تقريباً، من 150 ل 160 راكب وعضو من الطاقم نطوا في البحر. دلوقتي عشان ينقذوا الركاب اللي محبوسين جوه السفينة، طاقم سفينة سيول محتاج ينزل تحت سطح السفينة وهي بتغرق ويواجه خطر الموت المؤكد تقريباً. ده ما حصلش، الوقت كان فات خلاص. الركاب اللي على السطح العلوي واللي نطوا في المية اتنقذوا. المنقذين مش قادرين يدخلوا جوه السفينة عشان ينقذوا الركاب المحبوسين، لأنه ميل السفينة كان شديد جداً. المثير للدهشة إنه واحد من أول الناس اللي اتنقذوا هو قبطان السفينة لي، وتصور وهو بينزل من السفينة سيول على مركب تانية وهو لابس هدومه الداخلية. مئات الركاب لسه جوه السفينة بعد ما لي أمرهم يفضلوا في أماكنهم، وهو بيهجروا السفينة. تشو اللي كان ماسك الدفة ومعها الضابط الأول والثاني كانوا من أوائل الناس اللي اتنقذوا مع القبطان لي. الساعة 9:46 صباحاً. أعضاء طاقم التانيين اللي كانوا محبوسين جوا غرفة القيادة في سفينة سيول اتنقذوا بعد ما كسروا الشبابيك. من بين 172 ناجي، أكثر من نصهم اتنقذوا عن طريق مراكب الصيد والسفن التجارية الثانية اللي وصلت لمكان الحادث قبل مراكب الإنقاذ. سفينة سيول بتغرق ولسه فيها مئات الركاب ومعظمهم أطفال لسه على متنها. هم عملوا اللي اتقال لهم وقعدوا تحت في الكابينة. الكبائن بتاعتهم بتتملي مية، ودلوقتي ما عندهمش أي طريقة للهروب. فضلوا يتصلوا ويبعتوا رسائل من موبايلاتهم، والسفينة بتتقلب وبتغرق. بعض الرسائل كانت عشان يودعوا الناس، وبعضها كانت طلب للمساعدة، وفي رسائل بتبين إن الركاب لسه مش مدركين اللي بيحصل. آخر رسالة اتبعت الساعة 10:17 دقيقة الصبح. بعد ما السفينة غرقت، إحساس متأخر بشكل مأساوي بالاستعجار سيطرة، وبدأوا يضخوا الموارد في عملية إنقاذ يائسة. سفن البحرية منهم مدمرة وفرقاطة اتبعت لمكان الحادث مع سفن إنقاذ تانية، وطائرات منهم كذا هليكوبتر اتبعت برضه. وصل أفراد الإنقاذ منهم 40 غواص من القوات الخاصة و82 فرد من وحدة إنقاذ السفن في البحرية و114 فرد من أسطول العمليات الخاصة البحرية لجمهورية كوريا.
جيش جمهورية كوريا بعت وحدات منهم 150 جندي من قيادة العمليات الخاصة و11 عربية إسعاف. بيحاولوا يغوصوا جوه السفينة، لكن الرواسب اللي اتحركت في قاع البحر على عمق حوالي 40 متر بتخلي من المستحيل لأي حد يدخل جوه. المنقذين مش قادرين يدخلوا السفينة خالص طول اليوم. الساعة 12:30 بعد نص الليل يوم 17 إبريل، خفر السواحل أطلقوا شعلات مضيئة في السماء عشان ينوروا بدن السفينة المقلوبة اللي لسه فوق سطح المياه. 8 من قوات الكوماندوز في خفر السواحل وغواصين من البحرية بيدوروا على جثث ونقطة ممكن يدخلوا منها لجسم السفينة. بحلول الساعة 6 الصبح كان فيه 171 سفينة و29 طيارة وعدد كبير من الغواصين مشاركين في جهود الإنقاذ. طول اليوم في 17 إبريل الغواصين مكملين يحاولوا يدخلوا جوا. بحلول الساعة 10 بالليل بعد يوم واحد من انقلاب السفينة، المنقذين قدروا يلاقوا 14 جثة بس. ما قدروش الغواصين يدخلوا لجسم السفينة غير في وقت متأخر من صباح يوم 18 إبريل، وده كان عن طريق سطح شحن السفينة. كل اللي كانوا على متن السفينة غرقوا. في الشهور اللي بعدها عدد الوفيات المؤكدين بيزيد تدريجيا لحد ما يوصل ل 304. 5 أشخاص عمرهم ما تلاقوا. العواقب اللي حصلت بعد غرق عبارة سيول وفقدان 304 ركاب كانت ضخمة جدا. قائد سفينة سيول وأفراد الطاقم المختلفين أتوجه لهم لوم كبير بسبب فقدان الركاب. فشلهم في إصدار أمر للركاب بترك السفينة، وكمان قرارهم إنهم يسيبوها بنفسهم سبب غضب شديد. في خلال أيام من الكارثة تم القبض على كل طاقم السفينة المسؤول عن ملاحة سفينة سيول: الكابتن لي، والمساعد الأول كانغ وان سيك، والمساعد الثاني كيم يونغ هو، وكبير المهندسين بارك جي هو. كلهم أتوجه لهم تهمة القتل بسبب الإهمال الجسيم. كمان تم القبض على ناس في شركة شنغهاي مارين وجمعية الشحن الكورية والسجل الكوري للشحن. الكابتن لي أتحكم عليه بالسجن المؤبد. الكارثة دي كان ليها عواقب خطيرة على حكومة كوريا الجنوبية والرئيسة بارك اللي كانت رئيسة البلد وقتها. بارك وحكومتها اتهموهم إنهم مسؤولين عن البيئة التنظيمية المتساهلة اللي خلت سفينة سيول تبحر وهي في حالة غير آمنة، وكمان اتهموهم إنهم مسؤولين عن عملية الإنقاذ السيئة اللي تعملت للسفينة. ولزيادة الطين بلة، بارك وحكومتها حاولوا يقللوا من حجم الكارثة ويسيطروا على رد فعل الناس عن طريق التحكم في المعلومات اللي اتنشرت. شعبية بارك كرئيسة نزلت جامد بعد كارثة سيول وما قدرتش ترجع شعبيتها تاني. اطرحت شوية نظريات بديلة واترفضت بعد كده، زي إنه كان في انفجار أو السفينة خبطت في شعاب مرجانية أو اصطدمت بغواصة. زي كتير من الحوادث الكبيرة، ما فيش حدث واحد بس هو اللي أدى للكارثة دي. التعديلات غيرت مركز ثقل السفينة بناء على مستندات اتزرت عشان ياخدوا الموافقة. بعد اختبار استقرار السفينة، النتائج دي ما تشاركتش مع الجهات المسؤولة عن تنظيم أمان السفن التجارية. السفينة ما كانتش موزونة بشكل صحيح بالصابورة، والبضاعة ما كانتش متثبتة عشان تمنعها تتحرك أثناء الرحلة. وطاقم قليل الخبرة أتساب يبحر بالسفينة عبر أخطر جزء من الممر المائي في المسار. بعد ما بقى واضح إن السفينة في ورطة، الركاب اتقال لهم يفضلوا تحت سطح السفينة وهم سمعوا الكلام. ولما تم إبلاغ جهات الإنقاذ ما سيطروش على الوضع غير لما كان فات الأوان، رغم إنه عمل أول مكالمة استغاثة تشوي غرقاً في السفينة المقلوبة وجسمه اتلاقى بعدين جوا السفينة. الأمر بإخلاء السفينة عمره ما اتقال للركاب اللي تحت سطح السفينة. مع أنه عدد الركاب كان أقل من كوستا كونكورديا، عدد الضحايا كان أكثر. في الحالتين الكباتن كانوا من أوائل الناس اللي سابوا السفينة،